هي ركلات حظ، ولكن ركلات هي تكنيك كذلك تخدم كذلك لا من الحراس ولا من اللاعبين. إذا يتقدم هنا لاعب تيا، يتلقى الإشارة، تيا يتقدم، تيا يتقدم، تيا يتقدم، يسجل الهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب المالي، 1-0 لمالي، 1-0 إذا لمالي مشاهدينا الكرام عن طريق اللاعب تيا. هذه الإعادة مجددا، تيا حط في محمد رضوان، يتقدم لتنفيذ الركلة الترجيحية الأولى للمنتخب المغربي أمام الحارس كوني. خد وقت كثير في وضع الكرة اللاعب محمد رضوان، ان شاء الله يكون واثق من نفسه، ان شاء الله يكون واثق من نفسه. محمد رضوان يتلقى على الاشاره في هذه الاثناء، رضوان يتقدم، رضوان يسجل بطريقه رائعه جدا، طريقه مميزه لا يفعلها الا اللاعبين الكبار. هذه تعطيك فكره واضحه على الثقه اللي واخذها اللاعب محمد رضوان، لانه ليس من السهل انك تلعب كره بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى. في سقف المرمى كانت مستحيلة على حارسي المرمى، نفذت بطريقة مميزة جدا من اللاعب محمد رضوان. إذا سيمبارا يأخذ وضعيته للتسديد، سيمبارا وطه من غوزيل، سيمبارا وطه، سيمبارا وطه، هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه، عندك يا طه، دخلت يا طه، معليش 2-1 للمنتخب المالي. مشاهدينا الكرام هذه الإعادة، شوف طه شويه وكان ممكن يصدها، طه معليش، لأن الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب المغربي. عبد الحميد معلي هو الذي يتقدم، اللاعب اللي دخل احتياطي في الشوط المباراة الثاني. عبد الحميد يتلقى الإشارة، عبد الحميد يضيع، معلش، عبد الحميد يضيع الركلة الترجيحية الثانية، وبالتالي تقدم مالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. هذه الإعادة مجددا، هذه الإعادة مرة أخرى مرت بمحاذاة القائم الأيسر، وبالتالي أول ركلة ترجيحية تضيع. عبد الحميد معلي، كوني يسعد لتنفيذ أمام طه بن غوزيل، حكم يعطي إشارة التنفيذ. كوني يتقدم، سجل 3 مقابل 1 الآن. شوف لما تضيع يصبح الفارق هنا واضح، خاصة أن مالي هو أول من نفذ ركلة الترجيح. هذه الإعادة مرة أخرى يا المنتخب المغربي. يتقدم الآن اللاعب بختي لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. بختي يسعد لتنفيذ امام الحارس كوني، بختي يتقدم، بختي يضيع. صعبة الامور الان على المنتخب المغربي يا سعيد، صعبة الامور الان على بختي وعلى المنتخب المغربي. المدافع هنا من نفذ ركلة الترجيح، بختي والحارس يتصدى بهذه الكيفية. الركلة الترجيحية الرابعة الآن للمنتخب المالي. إذن ستلعب الركلة الرابعة لمالي. حكم يعطي الإشارة الآن.
إذا تجي الإشارة في يد ليلتنا. الركلة الرابعة يصدها طه بن غوزيل. برافو، يصدها طه بن غوزيل ويخلي بصيص من الأمل للمنتخب المغربي. خلي بصيص من الأمل للمنتخب المغربي. أول تصدي بالنسبة لطه بن غوزيل مشاهدينا الكرام للمنتخب المالي. هنا الإعادة، ممتاز طه بن غوزيل، ممتاز. هنا القرار باتجاه الجهة اليسرى. تلعب الركلة الآن لعناصر المنتخب المغربي. حموني يسعد لتنفيذ الركلة في يد ليلتنا. حموني يتقدم، حموني يسجل، حموني يسجل. نعم 3-2 في هذه اللحظات، 3-2. والآن الركلة الخامسة، هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية، الركلة الخامسة إذا ضيع تتواصل. إذا الركلة الأخيرة للمنتخب المالي مشاهدينا الكرام. طه بن غوزيل حكيم يعطي إشارة، تلعب هذه الركلة. طه بن غوزيل برافو، طه بن غوزيل برافو في هذه اللحظات. يتصدى للركلة الثانية أمام ديارة، يتصدى أمام ديارة، وبالتالي يعود الأمل مجددا للمنتخب المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. طه بن غوزيل يعيد المغرب للمباراة مرة أخرى في هذا الصراع على مستوى ركلات الترجيح. برافو طه بن غوزيل، برافو طه بن غوزيل. الأمل يبقى موجود، لكن أيضا يجب التركيز في هذه الركلة مشاهدينا الكرام. يتقدم عبد الحميد أيت بودلال لتنفيذ هذه الركلة الخامسة لفائدة المنتخب المغربي. عبد الحميد أيت بودلال ياخذ الوضعية الآن لتسديد هذه الركلة. عبد الحميد أيت بودلال يتلقى الإشارة. أيت بودلال يسجل، أيت بودلال يسجل وتتعادل الأمور. هنا صار التعادل بين المنتخبين. شوف عودة قوية للمنتخب المغربي، عودة قوية. برافو شباب، برافو شباب. الآن يتواصل هذا المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. عدنا من بعيد مشاهدينا الكرام. إذا دومبيا يستعد للتنفيذ. طه بن غوزيل ياخذ وضعه. دومبيا يتلقى الإشارة، دومبيا يتقدم، دومبيا يتقدم، دومبيا يسجل، دومبيا يسجل في هذه اللحظات. متوكل على ما يبدو في تنفيذ الركلة الترجيحية بل وكتيبة. محمد أمين كتيبة يتقدم، كتيبة يتقدم، كتيبة يسجل، كتيبة يسجل في هذه اللحظات. والتعادل يتواصل مشاهدينا الكرام. يا سعيد يا شيبة، يا سعيد يا شيبة. المنتخب المغربي لازال يحافظ على حظوظه. جيبها يا طه، سانوغو، جيبها يا طه، سانوغو، جيبها يا طه. يتقدم سانوغو، طه، سانوغو ويسجل سانوغو. لا لتنفيذ الركلة الترجيحية. هذه ليلتنا مع كوني. إذن المتوكل يتلقى الإشارة، يتقدم المتوكل، متوكل يسجل. برافو، برافو المتوكل. وقف الحارس، ثبت الحارس في مكانه. شوف لقطة معبرة، الحموني يذرف الدموع في هذه اللحظات. شيء يعني في هذه الفئة السنية لاعب يتأثر كيف ما كان الحال، ولكن لفائدة المنتخب المالي الإشارة تأتي، الإشارة تأتي، الإشارة تأتي. بن غوزيل برافو، برافو 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 بن غوزيل، برافو بن غوزيل. يا سلام عليك، بطل، بطل يا ولدي، بطل، بطل يا ولدي، بطل. بن غوزيل يتألق، بن غوزيل يتألق. يا لا من عودة للمنتخب المغربي، يا لا من عودة للمنتخب المغربي. بن غوزيل يتعملق في هذه الكرة. برافو يا ولد. الركلة الترجيحية الآن لفائدة المنتخب المغربي. فؤاد الزهواني هو من يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. إشارة تأتي. فؤاد، 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 يا فؤاد، يا فؤاد. برافو، برافو للفتيان، برافو
أشبال الأطلس. برافو سعيد يا شيبة. منتخب يرفع الرأس، منتخب أعادنا إلى ذكريات كأس العالم، منتخب أعادنا إلى ذكريات المغرب وإسبانيا. هذا المغرب، هؤلاء أشبال الأطلس على درب وخطى.